السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه. كما كتشوفوا في هذا الفيديو هذا جيت نصاوب معكم واحد الحرشه بدقيق الفينو اللي كيكون غليظ واحد شويه، ماشي داك الفينو الرطب الرقوق. المهم البنات تتبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. كنحتاجوا هنا 2 كيسان ونص ديال الفينو. هنا المقله ديالي كتاخذ لي 2 كيسان ونص، وكناخذ كاس ونص ديال الماء، نص كاس ديال السكر، نص كاس ديال الزيت وبيضه والسكر بنكهه الفانيلا وبيكنج باودر من فئه 8 غرام. البنات اللي ما كتبغيش الحلاوه بزاف تنقص السكر ودير غير الملح، مهم على حسب الذوق. هنا درت واحد شويه القبصه د الملح ودرت بيضه وزدت عليه ديك نص كاس ديال سنيده. كما قلت لكم السنيده على حسب الذوق، اللي بغاتها تجي مالحه ودهنها بالكونفيتير بالفرماج هكا ما ديرش السكر، دير غير شويه. المهم درت قبصه د الملح مع البيضه مع سنيده مع السكر بنكهه الفانيلا، وديك الساعه غادي نخلط مزيان، يعني تقريبا تخليطه بحال ديال الكيكه. من بعد غادي نزيد الزيت وغادي نعاود نخلط. المكون اللي زدتيه خصك تخلطي باش ينسجموا المقادير مزيان. هاد الحرشه كتجي سائله، كتجي بحال البسبوسه تبارك الله ما شاء الله، ما تشبعوش منها. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا في التعاليق، وكنتمنى ما تنساونيش من البصمه والاشتراك في القناه فضلا وليس امرا. كنزيدوا ديك الكاس ونص ديال الماء. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم. مهمه البنات غير تبعوا الطريقه وان شاء الله غادي تنجح معكم. وغادي نزيدوا داك الفينو ديالنا، زيدوه دقه واحده ما تخافوش منه، ونزيدوا عليها ديك الخماره. بالنسبه البنات المقله راني صايبتها من قبل، راني درت فيها شويه ديال الزيت، دهنتها بالزيت ورشيتها بالفينو تفاديا انه يتشرب لي الفينو بزاف، حيت يلاه شريته جديد ما عرفتش واش كيتشرب دغيا ولا لا. مهم تخلطوا الخليط ديالكم مزيان مزيان بهذه الطريقه باش ينسجموا دوك المكونات كامله. راه واخا يجيكم جاري راه كيتشرب، ما تخافوش منها. كنتمنى اللي وصل معايا حتى لهنا ولا اللي وصلت معايا حتى لهنا ما تنسانيش من البصمه وشي تعليق يكون زوين بحالكم فضلا وليس امرا. هانتوما يا البنات كناخذ المقيله اللي ديجا صاوبتها كما قلت لكم، درت لها دهنتها بالزيت ورشيت عليها الفينو. ودابا غادي نخويو الخليط ديالنا. شوفوا القوام ديالو كي كيجي، راه دغيا كيتشرب. الطريقه راها واضحه موضحه في الفيديو. من بعد غادي نقادوها بالمعلقه ولا غادي نقادوها غير هكا بالمقيله، يعني كتقدر راسها. تبقاو غير تديو في المقله وتجيبو ديك الساعه غادي تقاد. من بعد البنات كنجيبوا شي عازل حراري اللي كديروا عليه الطاجين، ولا اللي ما عندهاش هتجيب ديك المقله الغليظه وديرها فوق البوطه. يعني ما ديرش المقله منها للبوطه ديريكت باش ما تحرقش ليها، باش ما تخطفش وتحرق. كناخذ هاد المقيله هذه الغليظه ولا داك العازل اللي كيتباع كيكون رخيص، واحد 10 دراهم وصافي. انا كان عندي وتصدى ورميتو. هانتوما يا البنات، وديك الساعه كنردوا عليها شي غلاقه ولا شي طبسيل وكنخليوها طيب على المهل. نبقاو مره نفتحوا عليها من نلقاوها صافي نشفات وتحمرات من الجناب. ديك الساعه غادي نقلبوها. القليب عادي كل وحده كي كدير تقلب الحرشه ديالها كما كديروا القليب ديال الحرشه، ونردوها على الجهه الاخرى. هانتوما البنات، ونردوها على الجهه الاخرى ونردوها طيب.
راه دغيا كتحمر وكطيب لكم. انا راها محمره، راه غير الاضاءه ما عطاتلهاش حقها وصافي. من بعد ما كطيب لنا من جوج جهات البنات كناخذوها وكنزينوها باش ما بغيتو تزينوها، باش ما بغيتو تزينوها. الا بغيتو تخليوها هكا خليوها. انا زينتها بواحد شويه د الكونفيتير وشويه د الكوك، مشات طيح لي. المهم البنات التزيين كيبقى على حسب الذوق. راها كتجي ما شاء الله، كتجي رطبه وخفيفه بحال الشكل ديال البسبوسه، وما كتجيش معجنه نهائيا. غير جربوها، وكنتمنى تجربوها وتردوا عليا في التعاليق. كما قلت لكم البنات راه تقدروا تزينوها بحال هكا، تقدروا تدهنوها بالكونفيتير ولا تدهنوها بالعسل ولا تدهنوها بالشوكولات، الفرماج، كل وحده والذوق ديالها. شكرا لكم بزاف اللي وصل معايا لهنا ولا اللي وصلت معايا لهنا، كنشكرها بزاف وشكرا جزيلا على التفاعل ديالكم. كناخذها كنديرها في الطبسيل واحد اخر ديال التقديم، وغادي نقطعها معكم باش تشوفوا الشكل ديالها كي كيجي من الداخل. راها كتجي محمره وكتجي مفتيه من الداخل، تبارك الله ما شاء الله. هنا راها عاد سخونه، شوفوا البنات مفشفشه ما معجنه ما حتى حاجه. بالصحه والراحه.